ازاي يا جماعه الدقه دي مش هتكلفنا اكتر من 10 جنيه وما نعملهاش ودايما تبقى موجوده في البيت وهتنفع معانا لكل الاكلات. سهله قوي وبسيطه جدا. ده فلفل رومي او فلفل كوبي بقى زي ما بتسموه، وفلفل حامي. تمام. وهعمل ايه كمان؟ وهقشر توم. دولت 2 راس توم، بس 2 بس. تمام. ده نص كيلو فلفل وربع كيلو فلفل حامي. هطحن بقى الفلفل كويس في الكبه، وبعد كده هطحن التوم كمان برضو معاه. هطحنهم كويس قوي في الكبه، مش هنعمهم قوي يعني مخلوش ينزل الميه بتاعته. بس هنطحنهم كده زي ما انت شايفه كده في الكبه. وبعد كده بقى هطحن الثوم كمان، وهنزل عليهم بقى بمعلقتين خل كبار. طبعا الخل ده بيحفظه قوي. وكمان معلقتين ملح برضو كبار، ومعلقتين خل. وهقلب كل الحاجات دي كويس قوي. سهله جدا جدا، وهتنفع معاكي بقى البتنجان، تنفع معاكي للسمك، تنفع معاكي بقى لاي حاجه. كبده، اي حاجه عايزه تعمليها محتاجه الدقه دي، هتبقى متوفره عندك في التلاجة وسهله قوي قوي. هتعبيها بقى كده في برطمان وتحطيها عندك في التلاجة، تقعد معاكي من السنه للسنه. والفلفل الحامي طبعا بيحفظها وبيخليها تقعد معاكي فتره طويله قوي، بيخلي طعمها حلو كمان جدا. والخل برضو كمان بيحفظها قوي. شايفه بقى الجمال؟ هنحط بس كده على وشها معلقه زيت وخلاص كده. معلقه ملح كده صغيره كمان، ومعلقه زيت وخلاص بس كده. وهندخلها بقى التلاجة وخلاص. شايفين؟ مفيش اسهل وابسط من كده. جربوها ان شاء الله تعجبكم. لاول مره بقى تتفرجوا عليا، يا ريت يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.